مرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة. وكيف العادة اليوم عنا وصفة اقتصادية وما تتكلفش. هذا هو شعار القناة، لازمني نعمل لكم حاجات ما تتكلفش وموجودة في الدار. اليوم باش نعملوا كعك بأسهل طريقة كما البسكويت متاع تونس، أما هو مختلف شوية عليه. عنا الفارينة كيلو، عندي سكر فانيليا واحدة، خميرة زوز معنا 14 جرام، عندي الماء زوز كيسين، شوية ملح، زوز كيسين زيت، زوز كيسين سكر، ومغرفة جرجلين، ومغرفة بسبيس، وكلها باش نكيلها بهذا بالكيس هذا. باهي نبدو نخلطو. نحط السكر، مكيلتهم زوز كيسين، الزيت، تحبوا تنقصوا المقادير معناتها تقسموهم على نص، مثلا 500 جرام فرينة، كيس سكر، كيس زيت، كيس ماء. سكر فاني، شوية ملح، قرصة متاع ملح، البسبس والجرجلين، ونص كيسين ماء بهذا. الكل لازم تكيل بنفس الكيس. هذا كيس وهذا الثاني. نخلطهم. بعد ما خلطت كل شيء باش نبقى نزيد الفرينة بشوي. هي ما تجيش طرية وما تجيش كاسحة، ونورمالمون تتعمل في الماكينة، مش نعملها بيديا. كان تحبوا تعملوها في الماكينة وتقولي ما عندهاش ماكينة نورمال تعملها بيديها. المهم نبدأ نزيد بشوية بشوية. الفرينة مغربلة، وانتي وعلى حسب نوع الفرينة تنجم تهزلك كيلو، تنجم أقل، تنجم أكثر. العجينة من بعد لميتها هاي تجي كيف البسكوي متاع تونس، البشكوت نقولوا نحنا. باش نهز منه شوية. هذه اللي ما عندهاش ماكينة، اللي عندها ماكينة تنجم تعمل جهة أسهل. ونحلها جويد على خاطر هي فيها الخميرة باش تخمر. نحلها هكا. الجناب نتاعها ماذا بيا هكا معناها نرققهم اكثر من الوسط. وانتم والكبر تحبوها صغيره ولا كبيره. من بعد نجو شديت هذا اللي نعملوا به المقروض، المقطع المقروض ولا اللي ننقشوا به، ونبعد شويه على على هنا على الجهه هذه، ونبدا نزين فيها هكا. واحده تبع الاخرى. وكيف العادة كي نوصل قبل الاخر ما نعملهاش، خاطر باش نحطها على بعضها. نحطها هكا، وبراس المرقاط هذا نضغط عليها هكا باش تلصق، تجي هكا الكعبة. واللي ما عندهاش هذا المرقاط تنجم تعملها بالسكينة. ماذا بينا نعملهم الكل كيف بعضهم ونفس الحاجة. نشدو سكينة، نبعدو بالطبيعة على البارتي الأولى، نبدو نقصو هكا، نقلبوها، نحطو الراس على الراس
شدوها هكا بالسكين. نكمل على الشكل هذا ونرجع معاكم قبل ما نحطهم في الفور. بعد ما كملت هكا باش نحطهم في الفور حطيت على 180 درجه نطيبوهم كيما البشكوت نتاع تونس عادي. العين اللي هنا باش نزينوها بهذا ولا بالكاكاويه ولا باللوز ولا بتخلوها سامبل ولا اللي تحبوا انتم تزينوا بيه ونحطها تطيب. وهذا الحلو نتاعنا اليوم ان شاء الله يعجبكم. البنات المره الاولى يجيكم كاسح شويه من بعد من غدوه يطرى حطوه في حاجه بلاستيك كيف مستانسين نحطه في الحلو نتاعنا. وان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.